شبنا شيخنا عم يسألك ما ترد. شو عم تصفى؟ يلا احكي. ما بقدر اقول لمين بعتون. ها؟ بس يكون بمعلومكم مو الدكتور اللي اشتراهن. أنا لازم روح على شغلي. طيب ايه الله مثل ما معك. بدك، الله معك. لا تأخذنا، بس في بعض جماعة هن السبب. ماشي. طالما عرفتوا الحقيقة مو مشكلة. بدك تروح معي لعند الست أمينة؟ ايه انا عم بستناك. ايه وانت روح على شغلك، عذبناك معنا. لا ولو بدنا خدمة تحرز. محمود شايف هي طلع حكيك مو صحيح. تاني مرة تأكد قبل ما تتهم حدا. هذا المال تمام؟ ظلمنا الشاب، خلينا نروح شيخنا. يا الله. العمى يا مين جاب لك انا هدول لحنان؟ شو ليش زعلانة حنان؟ ما دخلك. حنان لا تكون الهدية ما عجبتك. أنا هدية؟ المشط والمراية. هلا أنت اللي جبتهم؟ ايه أنا. يعني طلعت غلطانة. فكرت الدكتور هو اللي جابون. يعني أنت بتحبي للدكتور ما؟ بس أنا بحبك وبدي أتجوزك. اسكت ولا ما بتجوز غير واحد متعلم مثل الدكتور. ايه مستحيل انه يقبل براعي مثلك. بسيطة هيك لكان يا حنان. هلا أنا ما عاد أنفع. بسيطة بدي أتعلم. بكرة بتشوفي كيف هالرعي رح يصير. طولت عليكي مو هيك؟ لا أكيد بردتي وأنت عم تستنيني. عدي لقلك أهلا وسهلا. بصراحة أنا حابة أحكي معك بموضوع جوازة الدكتور. خير إن شاء الله. هلأ الدكتور ليش بده يتجوز زينب؟ شو هالسؤال هاد سناء؟ ببساطة هن الاثنين بيحبوا بعض وقرروا إنهم يتزوجوا. يعني شو فيها؟ بس هالجوازة مو ظابطة. وشو يلي مو ظابط فيها؟ احكي لي بقى. يعني الدكتور مو لابق لزينب بنوب. المفروض حفيدك هو اللي يتجوزها. كنت ناوي تخطب له إياها ما هيك؟ ليش لحتى كذب؟ والله من زمان كنت رايد له إياها، بس هو يلي ما رضي. قول لجماعة بيشو إنه ما يعطوا زينب للدكتور. يعني هو بيضل غريب عنا. أنت شو عم تحكي؟ وإذا ماله من هون؟ بعدين خلص قال بيشو أعطوه كلمة للدكتور ومشي الحال، ما عاد يطلع بإيدنا شي. هدول الجماعة مش كالجية. أنا متأكدة إنه رح يعذبوه كتير. والله حرام. مشان الله اقنعوا للدكتور يبطل هالجوازة. أنت شو صاير لك يا بنتي؟ خلص بقى. والله ما عم بفهم عليكي. ليش بدك تفرقي بين اتنين بيحبوا بعض؟ طيب رح أقول لك السبب. أنا بعتبر الدكتور مثل ابني. ما بدي جماعة بيشو يتحكموا فيه. ليكي سناء، أنت عم تفكري بهالطريقة لأنه في تار بيناتكم. بس الدكتور مو ابنك لتخافي عليه منهم. خلص هو هيك بده. والله قنعتني بهالحكي. معك حق. يلا أنا رايح لعند سعيد. بدك تتأخر شي؟ بس رح وصله لبرات الضيعة وارجع. إذا زينب سألت عني قلي لها ويني. إيه حاضر. أهلين خالة سناء، تفضلي. خير فيكي شي؟ أنا جاي أحكي معك. خلينا نأجلها بس لحتى ما أرجع. رح طول. بلا لك هالجوازة يا ابني. هدول الجماعة ما بيخافوا الله. بعرف عم تحكي هيك لأنك ما بتحبيهم، وخصوصي بعد كل شي عملوه فيكي وبنتك. أنا مالي علاقة بقصة التار. بعدين بدي أتزوج زينب مو أهلها.
خالي نحن منحب بعض كتير. على كل شكرا لأنك فكرتي فيني. الله معك. شكرا. أخ منه أخ. لا عاد تحاولي معه، هو بيحبها لزينب. ايه والله هيك شكله، بس ما لقى غير زينب لحتى يحبها. يعني هي بشو أحسن منك؟ أصلا أنت دايما واقفة جنبه، وكمان أحلى منها. ليش لحتى ما يحبك؟ شوفي بنتي، ليش عم تبكي؟ ليكون ديالا شبكي. خلص بكفي. شوفي لا تبكي، أنا هلأ فهمت كل شيء. أنت بتحبي للدكتور ما هيك ديالا؟ احكي لي، ما في داعي تخجلي، يعني اعتبريني بمقام أمك. طيب ما دامك بتحبيه لهالدرجة، قولي لي ليش ما حافظتي عليه؟ ليش ما ساويتي شيء؟ كنتي صارحي؟ ما كان طالع بإيدي ساوي شيء. بعدين هو بيحبها لزينب. في شغلة لازم تعرفيها، زينب مريضة ومرضها كتير خطير. ليش هي شو معها؟ ديالا قولي لي، هي شو معها؟ سرطان. شو؟ طيب طارق بيعرف هالشي؟ مشان الله جاوبيني. ليش هيك عم تساوي لك ابني؟ وبتعرف انه هي مريضة؟ هالجوازة ما رح تتم. ما فيني ضل واقفة عم اتفرج وابني رح يضيع من بين ايدي. لا تنسى تكتب الوظيفة. كيف بدي اقول لها؟ ماشي؟ حاضر أنا. هن الاثنين بيحبوا بعضهم. يلا فوت على البيت حبيبي. أنا لازم أعمل هالشي مشان أحمي ابني. شكرا آنسة. زينب. أهلين خالة سناء. قال رح تتجوزي الدكتور. ايه والله مزبوط. أنا حابة أقول لك شغلة. تفضلي. ليكي الدكتور طارق يلا خالي احكي لي شو بو طارق. هو بيعرف قصة مرضك. لا مستحيل، هو ما بيعرف. ديالا ديالا ديالا. أنا شو عملت؟ خليها تعرف الحقيقة، هيك أحسن. خليها تبعد عن ابني. ما بكفي كل شي شفناه من أهلها. والله ما صدقت إمتى رجع لي. بعرف إني فرقتك عن البنت اللي بتحبها، بس شو ساوي؟ يعني كنت مضطرة أعمل هالشي. أنا متأكدة إنك رح تتضايق كتير.
آخ يا قلبي، سامحني يا رب، سامحني لأني فرقت هالتنين عن بعضهم. يا رب أنت بتعرف السبب، بتعرف ليش هيك عملت. يعني ما صدقت إمتى رجع لي ابني. لا، أنا ما رح أسمح لهم ياخدوه مني، والله أنا مجبورة، هيك أحسن إلك وإلها. ديالا، خير شو في؟ طارق بيعرف إني مريضة ما؟ ليش ما عم تردي؟ طارق بيعرف إني مريضة؟ خلص طولي بالك. جاوبيني ديالا، بيعرف ولا لا؟ زينب استني شوي خليني اشرح لك. اتأخر الدكتور ما هيك؟ أكيد جاي على الطريق. أمي، لك أنتوا ما بدكم تحلوا عنا؟ انقلعوا من بيتي يلا. بدنا ناخذ ابنك، يلا ولا امشي. ايم ايدك ما بدي اروح معكم. شو قلت؟ يلا مثل ما سمعت، اصلا انتوا الخونة، اصلا انتوا اللي قتلتوا ابي. لك انت شلون بتحكي هيك عن التنظيم؟ لك انقلعوا من هون. انا ما بدي يصير بالتنظيم، اتركونا بحالنا وانقلعوا. لك اتركوه. ركني، ما بدي اروح معك. راس ولعك. امشي معي، يلا امشي ولعك. ركني، ما بدي اروح معك. ركني، يلا سعيد. يلا امشي ولا ركني، لك اتركني. بعد عنه بلا جيبوا له. ما بدي بعد عني، ما بدي اروح معك. لك ولي، ما بدي اروح معك. بس خليك تسمع صوتك. يلا جيبوه بسرعة. يلا احملوه. اسمعي منيح شو بدي اقول لك، هلا ابنك صار ملك للتنظيم وهذا بس ليكبر، بدنا نجي وناخده كمان. خلص بقى شو بدكم؟ لك مشان الله. سعيد رجعي لورا. سعيد لك شو عم تقول سعيد؟ يا ربي لك سعيد أخي، بوس ايدكم رجعوا للصبي. لك مشان الله رجعوه. أخي، رجعوني أخي. بعده هيك سعيد خلص خدونا وين اخذينه؟ عادي عادي هيك يلا يوفونا خدوا لابنا. أمي، لك على مهلكم على مهلكم. بعده هيك ورجوني. خالي أمينة، شو صار معكم رجاء لي؟ اجوا الإرهابيين يا دكتور واخذوا أخي على الجبل. شو؟ وضعها ما بيطمن بالمرة. أنا رايح جيب شنطايتي وارجع. يلا يا جماعة، شو عم تستنوا؟ خلونا ناخذ أمينة على بيتها، يلا. ديالا، ليش عم تبكي؟ كنت بتعرف إني مريضة، بدك تتزوجني لأنك شفقان علي؟ زينب، ما كنت متوقعتك هيك، أنت عم تكذب علي. زينب، ليك لا تفكر إنه أنا بحاجتك، كل شي بيناتنا بتعتبره انتهى. معقول ما حبيتني؟ لا والله أنا بحبك. خليني أحكي لك شغلة. خلاص ما عاد في شي ينحكى. انتظريني يا بنتي، جاية لخلصك من هالظلم. مونة الشتاء قليلة، ما بدنا نكتر، دبروا حالكم بهدول. طيب ماشي.
يلا خذوا هدول وفوتوهم. الظاهر انك بردانة كتير. مالي بردانة ابدا. وهي كمان معمل لحق لها دواء. رشا، أعطيه الدواء. استني شوي. حاجتك بقى، اتركي البنت بحالها. يلا أعطيها لشوف. هالبنت من دون دواء ما عاد. بس يا شوي شوي وبيصير عقلها بياخذ وبيعطي. وبالنهاية شلون رح تصير حالتها؟ نحن عم نجرب هذا الدواء على رويدة، بعدين شوفي شو رح يصير فيها. بنتي حبيبة قلبي، يلا خلينا نروح. يلا حبيبتي، يلا يا قلبي انت، خلينا نروح بسرعة. مين انتي؟ شو ما عرفتيني؟ لك أنا أمك. بس أنا ما بعرفك. يلا انقلعي من هون. نرمين، شو ساووا لك يا عمري؟ معقول ما تعرفي أمك؟ عرفت مين انتي؟ انتي من الخونة ما هيك؟ انتي وحدة خاينة. خاينة. انت شو عم تحكي؟ خاينة. نرمين تعالوا بسرعة، كمان وحدة خاينة. هذا مو صوت رويدة؟ هوني زيدان. لك شو عم تساوي؟ كرسي وليه؟ كرسي. الصوت جاي من هون. يلا يلا اطلعوا على المغارة بسرعة. يلا شباب يلا. يلا بسرعة تعالوا امسكوا هالخاينة. نرمين أنا أمك. كذابة. نرمين. تعجل انت وياه. يلا يلا بسرعة. يلا ليلي شوفي. هربت قبل ما تجوا. وقفي وليه؟ وقفي أوصيها. بتكون ماتت. ما عرفتي مين هي؟ لا والله ما عرفت من وين اجت. كمشتها ضربتني وهربت. طيب هي منا؟ لا مو من عنا. شو هذا اللي عم بيصير؟ يعني كل هالحرس اللي عنا وفايته ولا كأنه في شيء؟ لازم ندير بالنا، عم تفهموا؟ يلا عجلوا شوي. دكتور أمي صحيت. استريحي لا تقومي، هيك قال الدكتور، خليها متسطحة. طيب خطفوا لي ابني سعيد يا شيخ إبراهيم. طولي بالي. اجا الدكتور ارتاحي. قولي لي شو حاسة. شلون بدك يعني ارتاح؟ بدي روح لاقي ابني. لا تاكلي هم، رح يلاقوا لك أكيد. يلا الله يرجعه بالسلامة يا رب. لازم تستريحي. الدكتور عم يحكي مزبوط يا بنتي، هو بده مصلحتك. طيب إذا أنا قعدت هون مين بده يساعد ابني؟ ارتاحي ولا تفكري بالقصة، يعني إلا ما نلاقي لنا شي حل. إن شاء الله يا شيخنا.
أنا بدي أروح على المستوصف لحتى أجيب السيروم. بترجاكن لا تخلوها تقوم. لا تاكل هم أبدا. شيخ إبراهيم، مو على أساس لازم نروح نطلب زينب؟ ما عاد في داعي. ليش؟ خير شو صاير؟ خلص بعدين بنحكي بعدين. خير شو اللي عم يصير هذا يا دكتور؟ قالوا التنظيم خاطف سعيد ما؟ صحيح، مو غريبة عن التنظيم. هاي والله اللي بعرفه ان الحق عليهم، وقفوا مع التنظيم وهي مشكلتهم. لازم نخبر الشرطة عن كل شيء يا مختار. هلا بدك ايانا نشغل العسكر مشان شقفة ولد دكتور؟ ولا لك بنعمل اللي علينا والباقي على العسكر. الحقني يا شيخي، امي بدها تروح. اتركوني اتصرف لحالي. ايه والله بعدوا اتركوني لا تسأل. اتركوني بعدوا عني. بعدوا عني. ايدك شو عم تحركي الفرد من ايدك؟ أمينة جنيتي عرفانة شو عم تعملي؟ ما فيني اترك سعيد ولا دقيقة معهم. انت مرة ولحالك شو بتقدري تتصرفي؟ مفكري انه بتقدري عليهم؟ بموت وما بتركه. أمينة امي الله يخليك وقفي. تركني يا ابني، انا لازم روح وانقذه لاخوك. وقفي لا تجني. بس انا مجبورة اروح جيب ابني. لا تتضايق، هذا ابني يا شيخي. امي لا تروحي، امي مشان الله لا تروحي. أمينة خربوا لها بيتها، قتلوا لها جوزها، وهلأ دور ابنها. الله لا يوفقهم، شو ظلام سودوه لعيشتها. لا تزعج حالك، يعني تعودنا على التنظيم. ضروري ابني ينضم إلهم. شوف شو سووا فيه. اللي انت بعمرك فكرت تحمل سلاح لك ما تنطر اكثر من هيك. انضم لي التنظيم يلي بالجبل، روح قاتل مشان شعبك. ايه والله مزبوط. كيف بدي انضم لهم؟ يعني سهله اني اصير ارهابي؟ اسكت ولك، شو ارهابي؟ نحن مناضلين عم تفهم؟ وانت رح بتصير مناضل. مناضل؟ ايه لكن طيب مناضل ولا ارهابي شو الفرق بيناتهم؟ تعرف شو يعني مناضل؟ المناضل بطل بيضحي بروحه. طب تعرف مشان شو؟ مشان حقوق شعبه ضد المستغلين، وهي وضعنا مبين. بس التنظيم اللي عم يفكر فينا. طيب ليش؟ شو صاير علينا؟ ليش مالك شايف؟ هي أنا مثال. إن شاء الله نفكر إنك عايش مثل العالم والناس يلي عم يستغلونا عايشين باسطنبول وأنطاليا ونحن عم ناكل هوا. شو في لسه أكتر من هيك؟ ولهذا السبب لازم تطلع على الجبل وتصير مناضل. ايه منيح، بس شو بيصير إذا طلعت على الجبل؟ لسه عم تسأل؟ رح يصير كل شيء إلنا ونعيش أحسن عيشة، ورح نطلع من هالفقر. فهمت عليك، وأنا كمان سمعت إنه التنظيم عندهم كل شيء، وقال كمان عايشين عيشة الملوك. ما قلت لك هالحكي؟ وكو أنت كمان انبسط. ليش لحتى ما تروح وتعيش مثلهم؟ لازم تفكر بسرعة بالموضوع. مو أحسن من هالعيشة؟ اترك وروح لعندهم. ايه روح، ولا مستني ياكلك الفقر؟ كل شي بتحتاجه هنيك. قل لي لشوف، انت مو رجال؟ ايه لكان ايه كتير منيح، بيجيبوا لك كل شي. طبعا بالاول لازم تكون بطل. بس ابي ما بيحب هالشغلات ابدا، بيقول انه حرام. لك شو بدك بهالحكي؟ انت لا ترد على ابوك لانه ما عرفان شو صاير، وانت كمان ما لازم تحكي هالحكي. احسن ما تضل هون وتندم بعدين. ها ايه والله صح هالحكي. طبعا يا ابني، شوف العالم يلي حواليك. يعني اذا بدك نصيحتي مالك غير هالجبل. حاجي خوف بقى، روح اطلع واليوم قبل بكره. ايش ابي روح من هون هلا بسرعه يلا. ايه والله احسن ما يشوفني. يلا ويا مسعود، شو عم يساوي هالكلب عنا؟ ولا شيء بابا. لكن ليش كنت قاعد معه؟ احكي شو بده منك. والله ما بده شيء، بس هيك كنا قاعدين وعم ندردش. اسمعوا لا، شو كنت عم تحكي انت والحيوان؟ يعني شو بدي يكون عم بحكي انا وياه؟ سألني شو اخبارك يعني، بس هيك مو اكثر. شوفوا لا، اذا مرة تانية تشوفك مع هالزلمة بقتلك انت وياه، فهمان؟ ايه فهمت. يلا كمل شغلك. مرحبا دكتور. بتعرفي إنه زينب بطلت تتزوجني؟
بطلت؟ ليش؟ كله من تحت راسك. ايه من تحت راسك. يعني مين قال لغيرك اني بعرف مرضها؟ طيب ليش؟ شو عملت لك؟ بس أنا ما حكيت لها شيء. لكن مين حكى لها؟ ليش مين في غيرك بيعرف أصلاً؟ معقولة تشك فيني؟ خلص ديالا بكفي. حاجتك كذب بقى. أنا ما رح خليكي تطلعي. ما حخليكي تروحي لمحل قبل ما تقولي لي ليش هيك عملتي. أنا يلي اعتبرتك مثل أختي يا ديالا. ليش وقفتي بوش ساعات تقلي لي؟ حاني يا دكتور. خير شوفي. دكتور، امي اخذت الفرد وراحت تجيب ساعدني عند التنظيم. يلا روح سبقني. يا ويلك إذا ما بتقلي لي بس لأرجع. ها؟ شلون بتتركوها تروح لحالها على الجبل؟ بس نحن ما تركناها. هي أمه يا ابني، ما لا سهلة. شو بدنا نعمل بهالمصيبة؟ ما لقيتها غير حملت حالها وراحت. يعني لازم نروح نلحقها قبل ما توصل. والله إذا وقعت بين إيديهم بيقتلوها وما بيسألوا. هي كتير تعبانة والطقس بارد. أساساً حالتها ما بتخليها تبعد كتير. يا ربي شو بدي أقول له؟ يا ريتني ما حكيت إلا لخالي سناء. أمينة؟ 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 شو عم تعملي هون؟ الإرهابيين خطفوا لي ابني يا سناء، وأنا هلأ رايحة لعندهم مشان جيب ابني. لك أنت مجنونة شي؟ هدول الظلام ما بيرحموا، لك والله بيقتلوكي. مو مفارقة معي أبدا. قولي لي أنت بهون عليك تخلي ابنك عندهم؟ بس أنت رايحة على الموت. شو أعمل؟ ما في عندي غير هالحل. اللي بيسمع بيفكرني مالي مثلها. الله يكون بعونك يا أمينة. أمينة، 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 ردي علي. أمينة. زينب. بنتي، عمري، شو صار معك؟ انت ليش عم تبكي؟ ما في شي، لا تاكل هم. شلون ما في شي؟ في بنت بتكون مخطوبة بتبكي؟ يلا احكي لي، لا تخبي علي. احكي لي شو صاير معك. بابا بحكي لك بعدين. ما يكون السهر زعجك. لا تقول عن طارق سهرك. أنا خلص بطلت أتزوجه لطارق. ليش بطلتي؟ ليش؟ شو صاير؟ بابا رجاء سكر على الموضوع. شو كانت نية هالدكتور؟ يعني كان عم يضحك علي؟ شو شايفني ولد قدامه؟ طارق ما دخله بالموضوع. أصلاً أنا يلي بطلت أتزوجه. خلص يا بنتي خلص. معلش يا روحي، مو مشكلة إذا ما بدك ما بيأثر. خلص معلش معلش، لا تزعلي. ماشي. ولا حول ولا قوة. هيك بالنسبة لطارق صار أحسن.
مشان شو عم تبكي هي؟ ليش متضايقة؟ أخي بطلت تتزوج الدكتور. شو قلت؟ ليش الدكتور عمل معها شيء؟ لا يا أخي لا، زينب هي اللي بطلت. شو هي لعبة أولاد؟ ما بيصير هالشيء أبدا، أنا ما بوافق. بدك زوجها غصبا عنا؟ بس كل أهالي الضياع عرفوا بجوازتهم، ما عنا بنت تتراجع. أخي زينب هي اللي ما بدها، شو عمل؟ طبعا بدها تحكي هالحكي. أنا برأيي الدكتور واحد كذاب. قلي لشوف، أنا ما قلت لك مالي مرتاح له وكل الحق عليك؟ بس هي المسألة مسألة شرف، لازم نحاسبه للدكتور منشان ما يبقى له دين علينا. يا ست أمينة. أمي وينك؟ ست أمينة. يا ست أمينة. يا أمي أمي أمي. رجا تعال ندور عليها هونيك. يلا. أمي. اصحي يا أمينة. أمي منيح لقيتكم، تعوا. خالي سناء. أمي الحقني يا دكتور. أمي الحقني. منيح اللي لقيتها قبل ما تطلع، مسكينة وقعت من البرد. ما فيها شيء، خلينا ناخذها من هون. لولاكي ما كنا بنعرف شو بدنا نساوي خالي، يعني منيح اللي لحقتيها. يلا رجا يلا ساعدني. يلا 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 خالي سناء امشي. انتوا خدوا أمينة، أنا بعد شوي بلحقكم. طمنيني خالي، انت منيحة؟ ايه منيحة. يلا رجا يلا، لازم ناخذها على المستوصف فورا. يلا. ليش جاية بكير؟ لسه ما جهزت الغداء. مالي جاي آكل، جاي أعطيكي شغل. شغل شو؟ بدي ابعتك على ضيعة أمك. بدي تلاقي واحد اسمه جواد وتاخدي له كمان هاي الشنتاية. وتعطيه هاي الرسالة. وكمان بطريقك زوري أمك. طيب ماشي، ما رح طول، شغلة ساعتين وبكون عندك. بس مو تلتهي بأمك وتنسي الشنطة. لا لا اطمن. ديري بالك عليها. ماشي، بس ما قلت لي شو فيها. أنت ما دخلك، عطيه الشنتاية وبلا لعي. فهمتي علي؟ يلا روحي من خلقتي، يلا بسرعة. منين طلعتوا لنا هلا بقصة تصليح المولدة كمان؟ في حدا بكل الضيعة بيعرف يصلحها؟ راجي جايب واحد من المدينة ليصلحه، بهاليومين رح يجي. دخيلك يعني إذا تصلحت شو رح يصير؟ بدها مازوت، بدها زيت محرك، منين بدنا نجيب لها مصاري؟ قلي طول عمرنا بعدين عايشين على ضوء القنديل، ليش شو الكهرباء هلا؟ مختار، الدكتور قال هيك؟ والله معه حق، لازم نطور ويصير الضيعة فيها كهرباء، يعني على القليلة منخلي المستوصف فيه كهرباء، فهمت هلا؟ مرحبا شيخنا. في شي يا بنتي؟ أنا حابة أحكي معك. طيب تفضلوا لجوا. شكرا، بس أنا حابة أحكي معه على انفراد. إيه ماشي، بدك شي؟ خلص مختار، منحكي بعدين، مو مشكلة. طيب ماشي، على راحتك، الله معكم، الله معك. روح مع الخانم روح، بدها تحكي عن انفراد. والله هالمرة عم بتخطط لشيء. أبصر عبدو. نعم مختار، أمرني. وين حاطين المولدة بتعرف شيء؟ ايه ليش؟ بدي اياك تنظفها. ايه أنا تحت يلا. أمرك. الدكتور صاير عم يتمدمد كثير، قال الأخ بده الضيعة تتطور. إيه تكرم عينك، بسيطة. ديالا ليش ما عم تردي؟ قومي تعي. ليكني جاية دكتور. البنت رح تضيع مني. الله وكيلك يا شيخنا، نيرمين ما عرفتني، طلعت لحتى جيبها قامت ما رضيت، وحاولت تسلمني للإرهابيين كمان. ما عم صدق اللي عم بيصير. بتعرف اضطريت اني اضربها لحتى اقدر اهرب. طيب كيف خلوا نيرمين تصل لهالحالة؟ كله بسبب الدواء اللي عم تاخده. وقت كنت هنيك سمعتهم هالدواء بيأثر على عقل الإنسان، لك إذا ما لحقنا البنت هلأ رح تضيع من بين إيدينا.
شيخنا أنا مالي غيرك ساعدني. قلي شو أعمل لحتى أنقذ بنتي من هدول الوحوش. اسمعي يا بنتي، لحالك ما فيك تعملي شيء. مشان هيك أنا برأيي إنك تخبري الشرطة أحسن شيء. بدك يعني خبر الشرطة؟ هذا أحسن حل. أنا قتلت يا أمي، أنا صرت مجرمة، أنا قتلت العسكري أمي. لا هالشي مستحيل، إذا بيجوا أكيد رح يعلقوا مع الإرهابيين. خايفة بنتي يصير لها شيء. بس ما في حل تاني لحتى ننقذها، لازم نخبر الشرطة بكل شيء. لا تقول لهم ببوس إيدك إلا ما لاقي طريقة تانية لحتى رجع بنتي. لا تجيب سيرة لحدا، اوعك. نيرمين رح تصير مثلهم، رح تصير مجرمة، البنت رح تضيع مني. يا ربي شو بدي أعمل؟